السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديالي مريم. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يتلقاكم بخير وفي صحة جيدة يا ربي. اليوم جبت لكم غريبة معلكة جديدة مختلفة تماما على الغريبات اللي كنوجدو، فيها واحد المذاق خطير. الى شفتوا غير المقادير ديالها راه غادي تعجبكم وغادي تروقكم. اللي كيشوف القناة لأول مرة مرحبا به معنا، يشترك في القناة، واللي معايا في القناة ما ينساش جيم. ونبداو في الوصفة. عندي في المقادير 250 غرام ديال الكوك، كناخذوا الكوك كنحمروه في الفران حتى كيولي اللون ديالو ذهبي وكنطحنوه. 250 غرام ديال السكر الخشن، 250 غرام ديال سميده الحلويات، و250 غرام ديال اللوز اللي مطحون بقشرته، 70 غرام ديال الزبده، جوج خمارات، 4 ديال البيضات، ونقدروا نحتاجوا خامسه. غادي ندير المكونات الجافه كلها، الكوك والسنيده واللوز والسميده. فاش كان وعندي هنا معلقه كبيره ديال قشور البرتقال اللي طحنتها حتى هي، درتها حتى هي في المونينكس وطحنتها. وهنا بالنسبه لقشور البرتقال، بالنسبه للبنات اللي كيعيشوا في فرنسا، راه كاينه في غرون فري، كتكون عندهم طريه جديده يلا كيصايبوها، والثمن ديالها مناسب، ما كتكونش غاليه. صافي ندير قبيصه ديال الملحه، الزبده 70 غرام، ونضيف الخميره الحلويات جوج من وزن 8 غرام، هذه ديال المغرب اللي درت. البنات اللي غيديروا ديال، حيت حنا عندنا هنا ديال 11 غرام، يديروا غير وحده. صافي غادي نخلط هاد المكونات مزيان، واللي غادي يعبر بالمعلقه راه غادي دير جوج معلقات صغار ديال الخميره. صافي غادي نخلط كلشي هادشي حتى ما يبقاوش عندي دوك الكويرات، غادي تخلط كلشي مع بعضياته. وغادي نبدا كنجمعها بالبيض. هنا عندي اللوغو ديال البرتقال، درت منه واحد شويه نكهه البرتقال. وهنا غنضيف 4 البيضات مره واحده، والا خاصني ما تجمعاتش ليا ما تعلكاتش غادي نضيف الخامسه. هنا انا ما ضفتش الخامسه، جمعات ليا ب4 ديال البيضات، ولكن البيض عندي البيض الكبير، وكتخرج كميه كثيره ما كتخرج شويه. راه المكونات تقريبا فيها كيلو ديال المكونات، ما بين ولا كيلو الا ربع. صافي هنا كما كتشوفوا معايا راه الحجم القوام ديالها هو هذاك. صافي هنا غادي عاود تخلطها مزيان تلقات راسها. صافي هنا غادي نبداو كنخدموها. انا عندي سكر كلاصي اللي هو واحد النوعيه جيده، واحد الكميه لا باس بها، تقريبا واحد 150 غرام ديال السكر كلاصي. غادي نغربلو وغادي نبدا كنفز كديه غير في الماء بلا كتلتصق، وغادي نبدا كنفند. ضروري انها ما تكونش قاصحه باش تجي معلكه في الفران وما تجي وتشقق لكم. يعني لا درتو البيض صغير غادي تحتاجوا 5 د البيضات. صافي هنا غادي نستمر كندير واحد الكميه حتى كنعمر داك الطبيسل. عاد كنبدا كنحطهم في الطاوه باش ما باش تكون الخدمه نقيه. كنفندها مزيان في السكر وكنهزها بالسكر اللي فيها وكنحطها، يعني ما كنسوسهاش من السكر. صافي وكنحطها في الطاوه. غنضغط على واحد الضغطه بسيطه بالصبع ديالي، وغادي ندخلو على الفران اللي يكون ساخن. غادي نحطو ونشعلو ليه الفوق. عندكم الفران كيشعل من الفوق ومن التحت، غتشعلوهم بجوج وغادي تقربوها للفوق وتخليوها حتى كتشقق. عندكم الفران كيشعل من التحت والفوق، غتشعلوا الفوق هو الاول حتى كتشقق لكم الغريبه ديالكم. عاد غادي تنزلوها للتحت باش طيب. كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه. هاد الغريبه هذه كتستحق انكم تجربوها، لذيذه بزاف. صافي وكتقدموها بصحه والراحه في العيد ديالكم، ان شاء الله تعجبكم. ودابا غادي ندخلها الفران. ها هو الشكل النهائي ديالها. وكنتمنى ان تكونوا درتوا جيم واشتركتوا في القناه، وبسلام عليكم، فيديو قادم ان شاء الله.